السلام عليكم. في هذا الفيديو غندوي على ثلاثه ديال الحوايج بالتفصيل. جماهير الرجاء والجيش الملكي، التحكيم ديال المباراه وخصوصا الياس المالكي. جماهير ديال الرجاء والجيش انا بغيت نحييهم لان كانوا كل المعطيات البارح باش يديروا الفوضى ولا يديروا الصداع ولا اي حاجه. ماشي كنا غنتفهموا، كنا غنقولوا وقلبوا عليهم تشبعوا. اولا سوء التحكيم، ثانيا الحركه اللي دارها المسمى الياس المالكي بعد ما مشى عند جماهير الجيش الملكي بديك الطريقه المستفزه. بزاف ديال الناس حاولوا يعطيو شرح لهذه المساله ويقولوا راه شي ناس من الفوق قالوا لإلياس المالكي يدير هذه الحركه لتوجيه الراي العام حيت الناس وعاو ولا كيتكلموا على الصحه والتعليم. معنا الصحه والتعليم ديما كنتكلموا عليهم. هذاك الشيء اللي وقع ما خصناش كاع ندرسوه، داك الشيء عبثي، داك الشيء فوضوي. الا غندرسوا الياس المالكي كظاهره ندرسوه كظاهره باش ولادنا من بعد ما يطلعوش بحاله، وباش ما نبقاوش نرتكبوا نفس الاخطاء في التعليم والصحه والوعي، ونعطيو شباب اللي ما عندهم حتى شي ذره ديال المسؤوليه واللي غير طالقين تسرح على اساس بانهم دايرين كونسيبت وحقا ما كيعرفوش كيديروا وهبل وعندهم البركه، وحنا جالسين كندسروهم اكثر من هذا الشيء كامل. والله يسمح لاي واحد في هذه البلاد باش يطلع شي محتوى ولا باش يدير اي حاجه كيعيط بحال هادوك، لان غيعرف بانه كاين التفاعل. ما هكذا تؤكل الكتف. وانا كنعاود نقولها لكم، هذيك ظاهره خصها تدرس باش نتفاداو اخطاء كارثيه بحال هكاك من بعد. واذا بقينا غاديين بحال هكا راه بزاف ديال الياس المالكي غادي يبانوا في المغرب بنفس التفاهه ونفس الاستفزاز ونفس الخوه ونفس ضعف الثقافه ونفس الضعف في المبادئ واللي حبيت. وهذه اول واخر مره غنهضر على هذا الموضوع لانه ما يستاهلش اكثر من دقيقه و46 ثانيه من وقتي. سلام.